قصر البارون، قصر السكاكيني، فيلا الشبح، عمارة رشدي القديمة، مستشفى العباسية القديمة، وادي الجن. دي أشهر الأماكن المسكونة في مصر. هاخدكم معايا في رحلة علشان نعرف إيه قصة كل مكان منهم، وليه الناس بتقول عليه مسكون، وأشهر الحوادث المرعبة اللي حصلت فيه الموثقة. خليكم معانا وتابعوا الفيديو للآخر، واشتركوا في القناة عشان تدعمونا نكمل رحلتنا في كشف غموض الخوارق على الأرض. يلا نبتدي الفيديو. خلونا نبتدي بأول وأشهر مكان معانا، قصر البارون. ده مش مجرد قصر عادي موجود في مصر الجديدة. المكان ده بناه واحد اسمه إدوارد بلجيكي سنة 1911، وكان عايش فيه مع أخته هيلانا. الراجل ده حب مصر جدا لدرجة إنه قرر يموت فيها. في يوم من الأيام أخته ماتت فجأة وهي بتلف في أوضة من أوض القصر. في الوقت ده هو كان قاعد في برج المراقبة بتاعه اللي بيقدر إنه يشوف منه كل حاجة بتحصل تحت. من ساعتها والناس بتقول إن هو بقى غريب، بقى شاحب، وبيشوفوه بيكلم حد مش موجود، وأوقات بيصرخ فجأة. الغريب إن البرج اللي فوق القصر ده اللي كان بيلف ببطء من ساعة وفاة أخته وهو واقف تماما. محدش عارف لحد النهاردة البرج ده وقف ليه. بعدها ابتدت الحكايات الغريبة تكتر وتزيد، زي إن الناس بتحلف إن هما بيشوفوا واحدة واقفة بالليل في بلكونة القصر، شعرها طويل وأسود ولابسة أبيض. وفي ناس بتحلف إن وهي ماشية في الشارع جنب القصر بتسمع صوت بينادي عليهم باسمهم، وشبابيك القصر بتفتح وبتقفل كأن في كيان أو روح مرعبة عايزاهم يدخلوا القصر. في مجموعة شباب حاولوا إن هم يدخلوا القصر، أصابهم حالات من الهلع والخوف، وبعضهم اتجنن وفقد الوعي. في شاب حاول إن هو يصور جوه القصر، وأما راجع الصور لقى إن في وش غريب موجود وراه في المراية. الوش ده ما كانش موجود وما يعرفش عنه حاجة. الناس بتقول إن القصر مبني بطريقة ماسونية بتخلي الأرواح تبقى معلقة فيه، وفي ناس بتقول إن في أنفاق وسراديب تحت القصر محدش عارف هي بتوصل لفين، ولحد النهاردة محدش جرأ إنه يدخل السراديب دي ويعرف إيه اللي فيها. خلونا بقى نسافر على اسكندرية عشان أحكي لكم قصة عمارة رشدي القديمة. لو عديتوا من اسكندرية زمان على أول شارع سوريا الموجود في رشدي هتلاقوا فيه عمارة شكلها غامق ومرعب، من بره حتى تخوف. العمارة دي هي عمارة رشدي، اتبنت من سنين طويلة. اللي بناها راجل غني جدا محدش يعرفه شخصيا، بس كانوا بيقولوا ان هو مقاول بنى العمارة دي عشان يأجر الشقق اللي فيها ويكسب منها. بس من اول ما بناها ابتدت احداث ملهاش اي تفسير. اول ساكن سكنها مات بعدها على طول. اللي بعده بنت صغيرة كانت معاهم وقعت من البلكونة ميتة. اللي بعده جرت حريقة كبيرة والناس شافت النار وهي خارجة من الشبابيك، ولما المطافي جت وطفت الحريقة مفيش غير أوضة واحدة بس اللي كانت محروقة. الأوضة دي كان فيها مراية كبيرة بيتقال إن هي كانت بتنور بالليل لوحدها. بعد كده الأحداث الغريبة ابتدت إن هي تتوالى. الناس بقت بتسمع أصوات كراسي بتتجر بالليل، صوت ست بتصرخ، والغريب إن هي بتصرخ كل يوم في نفس الميعاد الساعة 3:33 صباحا، مع إن العمارة فاضية تماما. في حادثة مشهورة جدا عن واحد كان بيحاول يصور العمارة بالموبايل بتاعه سنة 2000. لما بص في الصور لقى إن في كائن غريب واقف في البلكونة، ملامحه مش بشرية، كأنها ممسوحة، مع إن الدور الرابع ده كان فاضي من ساعة ما آخر ناس كانوا ساكنين فيه عزلوا لما بنتهم قالت لهم إن في واحدة شعرها طويل بتنام جنبها كل يوم بالليل. قصص تانية كتير ظهرت في العمارة، قصص مرعبة جدا. من ضمنها إن في واحدة أجرت العمارة من أول ليلة اتصلت بالمطافي وقالت لهم إن في ناس بتمشي جوه الحيطة، وإن في واحد واقف لها في الحمام بيقول لها أنا اتقتلت هنا. القصص المرعبة دي استمرت، والناس ابتدت تقول إن العمارة دي كانت مبنية على مقبرة قديمة، أو إن كان فيه سحر أسود اتعمل في العمارة دي، وفي جن حارس عليها هو اللي بيطرد أي حد بيقرب لها. الغريب والمرعب فعلا إن المقاول اللي بنى العمارة دي اختفى تماما، مش اتقتل أو مات، هو اختفى، محدش عارف هو راح فين. دي كانت قصة عمارة رشدي اللي في اسكندرية. خلونا نسافر على القاهرة
عشان احكي لكم تالت مكان مرعب معانا في منطقة وسط البلد عند ميدان الظاهر كده. هتلاقوا فيه قصر شكله كئيب ومرعب. القصر ده مش قصر عادي، ده قصر السكاكيني اللي بناه دكتور حبيب السكاكيني سنة 1897. الدكتور ده كان مشهور جدا، بس كان عنده هوس غريب بالتشريح والجثث. يقال إن في أوضة في القصر كانت مخصصة للتشريح، وإن في أوضة في القصر من تحت ممنوع إن أي حد كان يقرب لها، ريحتها كأن فيها جثة مدفونة من أكتر من 100 سنة. هتلاقوا حوالين شرفات القصر كلها في تماثيل مرعبة لوجوه بشرية، حوالي 300 تمثال. اللي بيعدي من جنبهم بيقول إن شكلهم بيتغير بالليل وعينيهم بتتحرك. أشهر الحكايات اللي موجودة في القصر ده حكاية واحدة ست كانت بتعدي من الشارع اللي جنبه كل يوم بالليل، لحد ما في يوم رجعت منهارة بتحلف إن هي شافت واحدة لابسة أبيض وشعرها طويل بتبصلها، بس كان وشها من غير عينين. القصة التانية عن مجموعة شباب دخلوا القصر سنة 2005 عشان يتسلوا، وعملوا جلسة تحضير أرواح انتهت بكارثة. واحدة منهم أغمى عليها، ولما فاقت قالت إن هو موجود هنا في القصر ومش هيسيبني. والتاني رجع بيته وفضل منعزل لمدة أسبوع، ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيقابل حد. بعدها اختفى تماما. خلونا بقى نروح على وسط القاهرة. هناك وسط سور ضخم في مستشفى مشهورة جدا، مستشفى العباسية للصحة النفسية. اللي ناس كتير متعرفوش إن في جزء قديم من المستشفى دي الناس هناك والممرضين بيسموه الجزء الملعون، محدش بيقرب له. الجزء ده كان زمان ضمن مجموعة من العنابر للمرضى النفسيين، بس كان فيه أوضة اسمها الأوضة السوداء. الأوضة دي كان أي حد بيخرج منها ما بيتكلمش خالص، عينه كانت بتبقى سارحة في الفضاء ووشه كأنه ميت. في ممرض هناك بيحكي قصة شهيرة، بيقول إن هو شاف واحدة مريضة مربوطة في السرير هناك، وفجأة السرير اتنفض بيها وابتدت تتكلم بصوت راجل وتقول أنا مش لوحدي هنا، إحنا كتير ومش هنخرج. وفي ممرضة مشهورة اسمها أم رضا بتقول إن زمان كان بيستخدموا العلاج بصدمات الكهرباء، وكان في مرضى كتير بعد الصدمات دي جسمهم بيتشنج وبيموتوا. بس الغريب والمرعب فعلا إن في يوم كان في 3 جثث بعد الصدمات الكهربائية. سابتهم وطلعت شوية وبعدين رجعت علشان تساعد في تغسيلهم، بس الغريبة إن هي ملقتهمش، اختفوا تماما، مع إن الأوضة كانت مقفولة بالمفتاح ومحدش يعرف لحد اللحظة دي هما راحوا فين. القصة التانية إنك لو رحت هناك هتسمع أصوات سلاسل بالليل، وأبواب بتتقفل، أبواب حديد كبيرة صوتها مرعب. والأغرب والأرعب إنك هتسمع صوت واحدة بتنادي بتقول جميلة جميلة، انت فين يا جميلة؟ جميلة دي كانت واحدة من المرضى هناك زمان، قصتها مشهورة جدا، بس فجأة اختفت تماما. مفيش ورق ليها، مفيش سجلات، مفيش أي حاجة. جميلة كانوا بيقولوا إن هي كانت بتكلم حد مش موجود، وكانت دايما ترسم شكل عين مرعبة على الحيطة، نفس العين بترسمها كل يوم لحد ما اختفت. المستشفى أصدرت قرار رسمي بإغلاق العنابر القديمة، وبالنص كده حفاظا على سلامة طاقم العمل. لو رحت المكان ده وقربت للجزء الملعون هتحس بطاقة غريبة، هتحس إنك مش قادر تقف في المكان، إن في عين بتراقبك، كأن في روح هناك معذبة مش قابلة إن حد يقرب من المكان. تفتكروا إيه اللي كان بيحصل هناك زمان خلى الروح دي تبقى معذبة؟ وهل فعلا الروح دي موجودة وحقيقية، ولا دي أوهام وإحساس كاذب بيجي للناس لما تروح هناك؟ خلونا نتكلم عن المكان اللي بعده، وهو وادي الجن في سيوة، المكان اللي ما بيرحبش بأي ضيف. لو رحت هناك هتلاقي الصخور شكلها أسود وغريب، صمت وسكون تام، كأن الصحراء بتتنفس. ده مكان في سيوة بعيد عن العمران. في مجموعة سياح راحوا فيه قالوا إن هم لقوا نقوش غريبة على الصخور، كأنها نقوش فرعونية، بس محدش قادر يفسرها. وفي شاب كان هناك بيحلف إن هو سمع صوت بيناديله أحمد أحمد تعالى شوية. السكان المحليين بيسموها أرض النتاهة للرجال. محدش عارف ايه حقيقة المكان ده، بس أول ما بتدخله الموبايل بيفصل، الجي بي اس بيقف، حتى البوصلة بتلف حوالين نفسها كأنك في دوامة. في مجموعة من الشباب راحوا المكان ده عشان يعملوا كامبينج هناك.
الدنيا كانت تمام، أغاني والدنيا شغالة وزي الفل، لحد الساعة 1 بالليل. في واحد ابتدى إن هو يصرخ منهم ويقولوا إن حاسس إنه سامع صوت خطوات عالي جدا حواليهم، حاجة مش متشافة بس سامع صوتها، وأصابته بحالة من الفزع. دي كانت قصة وادي الجن الموجود في سيوة. خلونا نتكلم عن آخر مكان معانا، فيلا الشبح في المعادي، في شارع هادي جدا في منطقة من أرقى مناطق القاهرة. هتلاقوا فيلا مبنية على الطراز الإنجليزي، شكلها هيخدعك بجمالها، بس أول محاولة سكن فيها كانت آخر محاولة لأسرة. من أول يوم كانوا بيلاقوا دم بينقط من الحيطة، والله زي ما بقولكم، دم. وكانوا بيشموا ريحة بخور محروق ومية نار من غير أي مصدر. الأب اللي في الأسرة قرر إن هو يسيب البيت أول ما بنته قالت له: أنا كل يوم يا بابا ماما بتيجي تنام جنبي بالليل، مع إن مامتها نايمة في الأوضة التانية. ولما جري ولقاها فعلا نايمة في مكانها، قرر إن هو يسيب البيت فورا. في واحدة من الجيران بتحلف إن هي مرة الساعة 2 الصبح سمعت صوت زفة جنائزية طالعة من البيت، ستات بتصوت وفي جنازة. لما طلعت بصت ملقتش أي حاجة، سكون تام ومفيش أي حد. في واحد قرر إن هو يعمل فيلم تسجيلي في الفيلا. بعد ما دخل وصور، عدى عليه أسبوع اتجنن تماما. كان بيقول إن هو نايم جوه الفيلا ورافض إن هو يطلع منها. بعد كده اختفى. ومن أشهر القصص اللي بتتقال عن الفيلا دي إن فيها مراية، لما تبص فيها هتشوف نفسك يا بتعيط يا بتنزل يا بتبص بعين واحدة، وبعد كده اللي هيجرالك هتكون لعنة حقيقية. فيلا الشبح مش فيلا عادية، فيلا الشبح فعلا هتسحرك بجمالها من بره، بس أول ما تدخل هتكتشف إنك مش لوحدك. دي كانت آخر قصة معانا النهاردة. أتمنى من حضراتكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تساعدونا نكمل الطريق اللي بدأناه، نكتشف كل الأسرار الغامضة والماورائيات اللي موجودة على الأرض. إلى لقاء قريب مع ملف جديد مع الراوي.